عاد نهضر. متتبعي ومشاهدي قناة معمورة ميديا داخل المغرب وخارج المغرب، الصحفي المهني إبراهيم أفقير يحييكم ويتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. نعود مرة أخرى أمام مستشفى الإدريسي اللي كيتقاطروا عليه عدد كبير من ضحايا ما بات يسمى هنا في مدينة القنيطرة بفضيحة سبيريتو. هذه المادة الكيميائية الكحولية القابلة للاشتعال حسب الروايات وحسب ما بلغ الى علمنا على ان واحد المجموعه ديال المواطنين في منطقه سيدي علال التازي او في المركز ديال سيدي علال التازي والدواوين المجاوره تناولوها البارح وتصابوا بواحد التسمم حاد. لحد الان حسب الاحصائيات 62 في حاله حرجه، 24 تم نقلهم الى مدينه الرباط مستشفى مولاي يوسف في الوقت اللي 11 فارقوا الحياه. نتمنى من الله عز وجل ان يتغمضهم برحمته الواسعة. قلت على أن هذه المادة في واحد السنوات ماضية أصبحت أودت بحياة العشرات ديال المواطنين، لأنها مادة سامة كما تقال لي على أنها كتكون من المادة ديال الخميرة. لهذا فالسلطات المحلية مطالبة بفتح تحقيق فوري وجدي باش يعرفوا المصدر ديال هذه المادة هذه لتقريب الرأي العام المحلي والوطني على هذه الكارثة هذه وعلى هذه المادة. نستضيف أحد الإعلاميين البارزين هنا في مدينة القنيطرة. يتعلق الأمر بالأستاذ العلوي، أول إعلامي اللي تطرق لهذا الموضوع. السي العلوي مرحبا بك على قناة معمورة ميديا. السي العلوي بغينا نقربوا الرأي العام المحلي والوطني لهذه الكارثة هذه التي أتت بواحد المجموعة ديال الشباب، مع الأسف الشديد كنتمناو لهم الرحمة. السي العلوي كيفاش تبعتي هذه الأحداث هذه الواقعة واش في المنطقة كنتي في عين المكان أو كذا؟ أعطينا الله يجزيك بخير. الرأي العام ينتظر بغي يعرف الحقيقة ديال الأمور. سي ابراهيم أفقير، اولا كنشكرك على الاهتمام ديالك والحضور ديالك الفوري لعيننا المكان. كما كتعرف الواقعه اللي بدات بجماعه سيدي علال التازي، سمعنا بانه جوج ديال الشباب اللي فرقوا الحياه. فاش سمعناها انتقلت على وجه السرعه لجماعه سيدي علال التازي لمعرفه ما يجري هناك. سولت المواطنين، استفسرتهم ماذا يجري. المواطنين لقيت ما عندهمش المعلومات الكافيه. اذا بي قررت ان نتوجه لمقر الدرك الملكي لاخذ بعض المعلومات. شكرا لقائد الدرك الملكي اللي كان استقبلنا وعطانا معلومات على هذه الحاله هذه، وقال لي راه بانه جوج حالات اللي كانوا توفوا ديك الوقيته اللي مشيت عنده، وكانوا شي لا حدود هذه شنو توقيت بالضبط السي العلوي؟ هذا يوم امس 10 امس، يوم امس مع ديك الساعه تقريبا الثانيه بعد الزوال. جيت تما وتواصلت معاه وعطاني المعلومات، ولكن شي 3 تقريبا ديك الساعه كانوا كانوا حاله حرجه. وانا طلقت فيديو، طلقنا واحد الفيديو، واحد البث مباشر. كان الهدف منه هو التوعيه، والهدف منه هو التحسيس، وهو كذلك اشعار الناس اللي تقدروا تعاطوا هذه الماده. قلت لهم بالنسبه للاخوان اللي تعاطوا لهذه الماده هذه المسمومه، او اللي كيعرف شي ولده مبلي كيشرب هذا الشراب هذا، يحاول يجري عليه في اقرب وقت ويديه للسبيطار قبل ما يفوت فيه الفوت. الحمد لله كانت استجابه كبيره من قبل الناس اللي كانوا غادي يشربوا ديك العشيه، ما شربوش حيت بعدوا من الشراب ما استعملوش. كانوا موجودين، كانت واحد المناسبات تما وشي اعراس وشي حفلات، وراك عارف وجات واحد الظرفيه الناس مخلصه، وهذا الحمد لله ما استعملوش حيت. وايضا الناس اللي مشاو يجروا على راسهم في وقت مبكر، ولكن الاشكال هو انه شي وحدين فات فيهم الفوت. للاسف ما قدرناش، راك عارف الاشعار وصلنا شويه معطل، ولكن بالرغم من ذلك حاولنا ننقذوا ما يمكن انقاذه. الحمد لله على كل حال. المهم هذيك رجعت بحالي، مشيت لحد ولاد جلول، جلسنا شويه. اذا بك كنتفاجئ بمكالمه هاتفيه من لدن المتابعين. العلاوي التحق راه المركز تاعي عند ولاد جلول 4 الحاله طايحه حداه، راهم كيتوجعوا كيتخبطوا. مشيت لقيت واحد توفى ومغطينه، و4 كيتخبطوا تما، والمركز الصحي ولا طاقم طبي ولا طاقم تمريضي ولا قسم الانعاش ولا قسم مستعجلات، غير الديكور، غير الحيوطه. والعدد ديال ديك الجماعه 60,000 واحد تقريبا، وهذا غير الاحصاء يعني، والاحصاء الجديد غادي ياكد العكس. فبالتالي بقينا تما كنشوفوا سيارات الاسعاف كاين غير شي 2 ولا 3 ما كافيينش. راك عارف 60,000 نسمه والعدد ديال سيارات الاسعاف قليل. دات شي وحدين، بقاو شي وحدين تما كيتالموا.
بقينا معاهم حتى عاد درنا شي وسائل اخرى. المهم جاو للسبيطار هنايا كنتفاجئوا عاوتاني الو راه شي واحد طاح راه هو ميت هنايا في الدار. ها اللي كتسمعها اللي مات في الطريق، ها اللي لقاوه ميت في شي بلاصه، ها اللي لقاوه كيتعذب قال لك تيقول لك واحد قال بابا لا واحد قال اسمع باش منين هي يا معاصي ولا فين، وقال لي العافيه شعله في كرشي. يقول بابا يقول بابا الالام ديال الماكله وداك الشيء تيكون على الاقل هذا تيقول بابا العافيه شعله لي بكرشي. هي ماده قابله للاشتعال السي علوي، كثار من الالام كثار من قال لي بابا كنحس بالعافيه واحد رد الدم شي وحدين مشى لهم البصر الله يستر. الله اكبر. قالوا لي 4 اشخاص فقدوا البصر ديالهم، طلع لهم داك السمراس ضرب لهم الشبكه ديال العينين، البصر مشى لهم مع مستديمه تسبب لي. واش هذه الماده السعاوي حسب ما تقال لي انا واش كتصوب من الخميره؟ لا شوف هي هذه الماده هذه مجهوله، لانه هذه الماده هذه يعني هذه المواد بحال هذه كيستعملوها الشباب، ولكن عمرنا سي ابراهيم وصلنا لهذه الامور هذه. الماده الان يا اما هذا الفعل غتكون بفعل فاعل، يا اما هذه الماده هذه يا اما هذه الماده هذه اللي روجها واش كان الهدف ديالو انه ينتقم من الشباب او يصفي فيها الشباب، او انه شي ماده تخلطات فيها ما كتجيش معاها، او شي محلول زادوا ليها اللي ما كانش خاصو يتزاد، يعني شي حاجه ماشي هي هذيك. وهذا عليها تم يعني خداو عينه باش يديوها للمختبر باش يعرفوا السبب الناجم على الوفاه وشنو هما هذوك وشنو هي الماده هذه اللي قتلت لنا وليداتنا. لان ما يمكنش انها تكون ماده واحده او ماده عاديه، انه باش توصل لمرحله شي يمسك لك البصر واش قتلك وصيفطك للروضه واش يتصيفطوا للرباط واش يتصيفطوا للقنيطره. هذه اخطر من خطيره، هذه اخطر من خطيره. عليها دابا كاين استنفار كبير على المستوى البؤر اللي توجد فيها هذه الطامه الكبرى هذه، مختلف الاجهزه الامنيه اللي نزلت على ذات انزال العين المكان واعتقالات. تنزيل المركز هذا الشيء المركز وحده ولا الجلول اي بلاصه هذو اللي بانوا فيهم البؤر ناض فيهم هذه الكارثه هذه. حسب ما بلغ الى علمنا دابا متتبعي ومشاهدي هذه القناه على ان 74 حاله حاليا اللي كترقد في مستشفى ادريسي، وواحد الضحيه توفى فرق الحياه دابا في سوق الحدوات جلول. اذا السي العلوي هذه الماده هذه خداوها الناس من سيدي على التنزيل المركز، بمعنى من تما كان هذاك هو المنبع ديالها، من تما انطلقت. دابا هي الحالات بداو من سيدي على التنزيل، اما بخصوص الماده لا لحد الساعه ما عندناش معطيات على من جات من تسربات. هذا هو المصدر ديالها من جات. ملي غيتعرف المصدر سي ابراهيم راه هنا غادي غادي يوصلوا راس الخير، هنا غادي تكشف هذه الخيوط هذه وما يبقاش الغموض. يعني منين جات الماده اولا، يعني هي توزعات صحيح، ولكن منين جات منين جات؟ لانه باش كتسمع بان واحد من الموزعين مات شربها ومات، يعني انا كتعرف بان الموزع ما عندوش ما عارفش ما ينتقمش راسو، ما يقدرش انه يكون ضحيه مسكين، ما يقدرش انه يكون عارفها وكذا. يعني ابر يعني هذا شوف هي الشيء اصلا ما خصوش يتباع باش نكونوا منطقيين، هذا لا كذا وكذا، ولكن على الاقل الله يرحم اللي ماتوا والله يهدي الشباب، الله يهدي الشباب السي ابراهيم. وكيف ما كتشوفوا الاحصائيات الجديده راه قال لكم السي ابراهيم. وشكرا شكرا السي عاوي على كل هذه المعطيات. اذا غادي نبداو مباشره من جديد في حالة توصلنا بمعطيات جديده. شكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا ماشي واحد ايش ما تقدرش 74 حاله 74 حاله ديك التسجيلات فوق واحد الوقت توتال. فوق صافي الصوت
لا ما يبانلوش صعيبه